بص يا صاحبي، احنا دلوقتي في وقت حرج جدا. احنا فاضل لنا 12 يوم على الامتحان كأزهرية، ولو انت طالب تربية وتعليم فاضل لك اقل من 30 يوم. يعني خلاص احنا في النهاية، خلاص يعتبر احنا في نهاية النهاية كمان. فانت حاول تضغط نفسك على قد ما تقدر في الوقت ده، ان انت تخلص اكتر حاجة تقدر عليها، وتذاكر على قد ما تقدر. انت محتاج في الوقت ده عملين اتنين، اللي هو الوقت والتركيز. فانت لو مثلا ما معكش التركيز ومعاك الوقت، لا انت كده ما فيش، ملهاش لازمة، كده مش هتعمل حاجة. طب لو انت معاك الوقت وما معكش التركيز، برضه ملهاش لازمه. يعني لو معاك الوقت التركيز وما معكش الوقت، برضه ملهاش لازمه. انت يبقى معاك وقت قليل، مش هتقدر تنجز فيه حاجات كتير. فاهم قصدي؟ فانت اضغط نفسك، ومثلا عامل التركيز ده الحل بتاعه الاكل. تظبط اكلك شويه، وما تشربش قهوه كتير قوي وقت قبل النوم. وحاول انت تظبط نومك، يعني نام ما بين 6 ساعات ل 8 ساعات كده، ونامهم متواصلين، يعني 6 ساعات متواصلين. وخلي مثلا ممكن تنام 6 ساعات، وتخلي ساعه كده قيلوله بعد الظهر. هتفيدك جدا، لان بعد الظهر دي 9 ساعات اللي هتنامها ديت هتصحى كأنك صحيت يوم جديد تاني. حاول تصحى قبل الفجر عشان تقوم تصلي الفجر وتبدا يومك قبل الفجر، مش بساعه كده ولا حاجه. هتكون في نشاط عندك وطاقه وكده، بحيث انت بدات قبل الناس التانيين، بدات قبل الكل، وان شاء الله هتعمل حاجه كويسه. وحاول تضغط نفسك وتذاكر، وتعمل كل اللي تقدر عليه على في ال 12 يوم دوت كلهم، عشان لما تيجي وقت الامتحان ما تلومش نفسك وبعد الدرجات تقول انت عملت كل اللي تقدر عليه وخلاص. يبقى انت كل اللي انت عملته تقدر عليه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يديك النتيجه اللي انت اللي احسن ليك، وهو الخير ليك. وان شاء الله لازم يعني تشد على اخرك. مثلا تحل امتحانات، وليكن هتيجي تجيب امتحان كيمياء هتحله، هتقعد تحل مع نفسك كده الاول اكنك قاعد في لجنه الامتحان. بعدها هتروح جايب كتاب الشرح، هيقف قدامك السؤال، هتجيب كتاب الشرح وتشوف الاسئله دي تحاول تحلها بيها. بعدها هتلاقي مثلا قدامك واقف سؤال، هتقوم رايح عامل ايه؟ هتقوم رايح جايب شرح الحل بتاع الامتحان ده من على اليوتيوب وليكن، او تجيب الاجابات وتشوف السؤال ده اتحل ازاي، وليه كذا وليه مش كذا. فاهم قصدي؟ وتعود نفسك ان انت تحل بطرق اسهل واسرع. وحاول ان انت يعني تلزم نفسك قوي. ومثلا عامل الوقت بقى، ظبط نومك، وما تضيعش وقتك في السوشيال ميديا والتليفون. يعني امسح كل تطبيقات السوشيال ميديا لو انت تستخدم التليفون. وبرضه لو انت تقدر انت ما تستخدمش التليفون وعندك جهاز تاني تستخدمه هيكون افضل من التليفون بكتير. من التليفون، يعني مثلا انا وليكن هستخدم التليفون، همسح كل تطبيقات السوشيال ميديا، ما تستخدمش. مثلا وليكن لو انت هتحتاج التليجرام مثلا هتنزل منه PDF ولا الكلام ده، ماشي استخدمه كل حاجه. انا هستخدم التليجرام، يمكن انا هستخدم منه PDF او ابعت حاجه على القناه بتاعت التليجرام بتاعتنا ان شاء الله، او ولا كده وخلاص. ومثلا انا عندي بنزل محتوى على تيك توك وليكن ديني، فان شاء الله هستخدم التليفون كل يوم مثلا وليكن نص ساعه بس، ان انا هصور فيديو هنزله على التيك توك وخلاص. ومش هاخد وقت طويل فيه، لان انا بحط التليفون قدامي وانزل اصور على طول. يعني الفيديو ده دلوقتي انا حاطط التليفون قدامي وقعدت اصور على طول، ولا استخدمت ان انا اقعد افكر لسه في سكريبت ولا الكلام ده كله. انا قعدت خدت الفكره ودخلت اتكلم عنها على طول. فيعني عامل الوقت مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، فلازم انت ما تضيعش وقتك خالص. السوشيال ميديا امسح كل حاجه، حاول تمسحهم يعني ايه، احنا في وقت حرج، فمحتاج افعال حرجه ومواقف حرجه، تاخد موقف حرج للكلام ده كله. امسح كل حاجه. حاول ان انت ما تستخدمش التليفون الا في اضيق الحدود خالص. يعني مثلا تليجرام زي ما انا قلت لك هتنزل منه PDF وخلاص. وحاول انت تخلي تليفونك صامت في معظم الاوقات، ووقف كل الاشعارات التطبيقات كلها. وقف كل اشعارات التطبيقات. ومثلا حاول تعمل تليفونك وضع الطيران طول اليوم عشان ما حدش يقعد يرن عليك كتير. فاهم قصدي؟ لو حد رن عليك ما تردش من اول مره، غير ان كان مثلا انت حد عارف ان هو بيتصل عليك على حاجه مهمه فعلا. ماشي، لو حاجه مهمه هيعيد رنه تاني اصلا. فاهم قصدي؟ وبعدين الحاجه اللي انت هتعملها بقى بعد ما تحل الامتحانات وتعمل الكلام ده كله وتذاكر وتعمل كل اللي هتقدر عليه، انت هتيجي مثلا في ليله الامتحان، ما تحلش امتحان في ليله الامتحان بقى، ما تحلش امتحانات شامله، عشان هتحس ان انت بتجيب درجه مش وحده فيها او بتسيب اسئله. فانت هتبقى متوتر وتخش الامتحان متوتر. لا، انت تيجي في ليله الامتحان تسمع مراجعات ليله الامتحان اللي المدرسين بيعملوها. وطبعا المدرسين بيعملوها بيبقوا عارفين الاسئله اللي جايه في الامتحان، فبيحاولوا ايه، يحطها في شكل اسئله وكده. فانت هتلاقي نفسك بتلم، ومراجعه ليله الامتحان دي هتفرق معاك جدا في الامتحان. وهتحس لما تخش الامتحان تحس ان انت عارف معظم الاسئله. وبعد كده بقى تعمله اضغط نفسك، يعني ما تقعدش ان انت ايه، تقعد تمسك التليفون مثلا زي ما قلنا وتضيع وقت طويل عليه. الشورتس بتاع اليوتيوب انت هتسيب طبعا يوتيوب، لانك مثلا عاوز تتفرج على حاجه فيه شرح او كده. فانت الشورتس بتاع اليوتيوب ديت حاول ان انت تجيب تطبيق يحسب لك الشورتس ديت اللي هي الريلز يعني، يحذرها لك خالص عشان ما تتفرجش عليها. طبعا انت الواحد بيخش فينا على فيديو قصير بيفضل فيه حوالي ساعه، اصلا يفضل يتفرج على بقيه الفيديوهات بقى حوالي ساعه، ويتوه وبعدها يفتكر اصلا هو كان ايه اللي خلاه عن الشورتس اصلا والفيديوهات القصيره دي. فاهم قصدي؟ فانت حاول ان انت تلم نفسك على قد ما تقدر.
وبعدين بقى هتخش الامتحان وانت مستريح باذن الله. وان شاء الله احنا هنعمل التحدي ده، وانا مش هنزل فيديوهات على اليوتيوب تاني، غير مثلا ممكن انزل فيديو كمان مثلا قبل الامتحان، اللي هو ازاي تتعامل مع الامتحان وكده، وعشان ما تبقاش قلقان. بس انما مش هنزل فيديوهات تاني لان انا مش فاضي اصلا، يعني عاوز اذاكر برضه، وعندي حاجات عاوز المها كتير وكده. انا ما كنتش بذاكر يعني، انا ذاكرت من اول السنه كويس، بس جيت قعدت في النص كده ريحت شويه حلوين. بس ان شاء الله خير يعني، وان شاء الله هنعمل حاجه كويسه. وعاوزين نخش الامتحان ان احنا نوصل لدرجه ان احنا راضيين باي درجه هنجيبها، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا بالكرم، باللي ربنا شايفه خير لينا. وإن شاء الله كل مجموع هنجيبه سواء كويس أو وحش فهو خير لينا، إحنا مش عارفين الخير فين طبعا. وربنا يرزقنا كلنا المجموع كويس، ويرزقنا كلنا اللي إحنا بنحلم بيها طبعا. والمناسبات مثلا زي أفراح والكلام ده فكك منها دلوقتي، يعني مثلا ما تروحش مناسبة دلوقتي، فرح مش عارف عزومة الكلام ده كله، سيبك من المناسبات دي كلها وابعد عنها، لأنها هتضيع لك وقت طويل. أنت دلوقتي في وقت حرج، فاضل لك كام يوم على الامتحان، فخلاص عاوزين نشد عليهم. يعني أنت داخل على امتحان تالتة ثانوي، فعاوز تجيب مجموعة عشان تخش الكلية اللي أنت عاوز اللي أنت نفسك بتحلم بيها من بقالك شوية. فاهم قصدي؟ فأنت ابعد عن المناسبات دي كلها برضه، وحاول أنت تستغل كل وقت على قد ما تقدر. يعني ظبط نومك، ابعد عن التليفون. والبعد عن التليفون ده هو اصعب حاجه يعتبر فيهم كلهم. وحاول تظبط اكلك عشان التركيز برضو. يعني مثلا ممكن تاكل سمك عشان يفيدك في التركيز برضو والكلام ده. ممكن تجيب مثلا في حاجه كنت سمعت عنها اللي هي المغنيسيوم، دي بتفيدك في النوم برضو، حبوب مغنيسيوم بتفيدك في النوم. وكويس، وجوده النوم بتخليها كويسه وكده يعني. وقلل الكافيين قبل النوم طبعا برضو. وقلل برضو التليفون قبل النوم، لازم طبعا لازم تقلل التليفون والشاشات الزرقاء قبل النوم خالص. حاول تقلل منها قبل النوم على قد ما تقدر. ولو تقدر ان انت تطبع اي حاجه بي دي اف انت عايزها، بدل ما تستخدم التليفون خالص اطبع اي حاجه بي دي اف، وابعد عن التليفون، ارميه خالص بعيد عنك، هيبقى احسن بكتير قوي. وقت ما تحس انك متوتر عشان الامتحان وكده، هات ورقه وقلم واقعد اكتب كل حاجه في دماغك. اي حاجه في دماغك، صف دماغك بكل حاجه اكتبها في الورقه. انا مثلا قلقان من كذا، طب انا قلقان ليه؟ تايه عشان كذا، طب ايه اللي واقف قدامي في المواد والكلام ده كله. وهات ورقه تانية اكتب فيها كل ماده بقلم، واكتب تحت كل ماده بقى انا مثلا في الماده دي عامل كذا، وايه اللي واقف قدامي فيها، وايه اللي ما ذاكرتوش كويس، وايه اللي عاوز ارجع عليه والكلام ده كله. احنا داخلين على وقت حرج، لازم نضغط نفسنا ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان ربنا يرزقنا بمجموع كويس باذن الله. وفي برضه تطبيقات كتير بتقفل لك التطبيقات، او تحدد لك وقت معين تستخدم فيه التطبيقات المعينه اللي انت تختارها. والتطبيقات ديت هتفيدك جدا برضه لو عرفت تجيبها وتستخدمها يعني. وانا برضه ان شاء الله اي حاجه احس ان هي مفيده او هتفيدنا هنزلها على جروب التليجرام، يعني سواء المراجعات اللي انا كنت بقول لك عليها، او سواء بلاقي فيديوهات معينه كده بتطلع يعني بتسهل علينا الشرح وتسهل علينا الكلام، هنزلها برضه على قناه التليجرام بتاعتنا ان شاء الله. فهخش فيها وانا هسيب لك اللينك بتاعت القناه تحت في التعليقات وفي الوصف ان شاء الله.